السلام عليكم، صح فطوركم. تخيل انك تكون مستمتع بمشاهدة اياب دوري ابطال اوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، مستمتع بالاداء اللي قدم فيه الريال كاليفي. تدخل فيسبوك تلقى عاجل قد الدنيا، وشنو؟ الاتحاد الافريقي يعلن رسميا سحب بطولة كأس افريقيا من المنتخب السنغالي اللي توج بها بالمغرب على البساط، وفوز المنتخب المغربي بالبطولة. كيما يقول لك زنزله تضرب في رجليك. ماناش نحكوا كيما يقول لك كعاطفه، ولا نحكوا مثلا كانحياز للمنتخب السنغالي او ما تعرض له المنتخب الوطني الجزائري في كاس افريقيا. نحكوا كره قدم، ونحكوا كقوانين وكاتحاد. هدايا الاتحاد اللي بلغ من الفساد مبلغا لم يصله اي اتحاد قبله. تخيل انه المنتخب السنغالي اللي ما تعرض له في كاس افريقيا من مضايقات، من محاولة سحب كأس إفريقية منه، من خلال إخراجه من المباريات قبل المباراة وبعد المباراة، ما تعرضت له المنتخبات الأخرى. يجي هذا الاتحاد الإفريقي بعد شهرين، خلاص الناس احتفلت ورفدت الكاس تاعها وراحت ودت ربما الجائزة، إلا أنه الاتحاد الإفريقي قاعد يبيت تحت الكواليس وفي الغرف المظلمة أمور واحد ما كان يتوقعها. شهرين خلاص الاتحاد الافريقي، شهرين عفوا، الاتحاد السنغالي استمتع بالكاس تاعو ودارها في الخزانه تاعو وخلاص. لكن الاتحاد الافريقي وفوزي لقجع كانوا يخدموا في امور غريبه عجيبه تحت الكواليس. قال لك الاتحاد الافريقي في البيان تاعو: وحسب المادة 84 من قوانين الاتحاد الإفريقي، وبعد الأحداث التي جرت في المباراة النهائية، تقرر سحب بطولة كأس إفريقيا من المنتخب السنغالي عقب أحداث المباراة النهائية وفوز المنتخب المغربي على البساط 3-0. يعني مهزلة فضيحة. ما على باليش أنايا سميها كما حبيت، يعني شد أي حاجة، أي مصطلح يوحي على الفساد، يوحي على الكوارث اللي ممكن يصرعوا في الاتحاد الإفريقي، سمي هذا الاتحاد واعطي له اي وصف. يعني والله عجيب. انا مقبله كنت نهضر، يعني درت فيديو قصير حوالي دقيقه في تيك توك، هضرت فيه يعني شلون من درجه الدهشه، طريقه يعني غريبه. ولكن الان بعد الواحد ما تهدن، بعد ما حط عقله في راسه وبدا يشوف الامور، يعني كارثه. هذه ما عندها حتى وصف من غير انها كارثه. دوكا وشنو الخطوه اللي راح يديرها المنتخب السنغالي والاتحاد السنغالي؟ هي التوجه لمحكمه التحكيم الرياضي التاس اللي راح تفصل في هذا القرار، راح تفتح تحقيق، لانه هذا القرار داروا الاتحاد الافريقي، ولازم الان محكمة التحكيم الرياضي هي اللي تفصل في هذا القرار، من خلال العودة للفيديوهات، من خلال الاستماع للأقوال وعديد الأمور الأخرى. يعني هذا القرار ماشي يعني نافذ وخلاص الاتحاد الافريقي منح كاس افريقيا للمغرب، ولكن تغيرك انه هذو الامورات تشوفهم في وقت احنا نتمنوا افريقيا هذه تتحسن. نتوقع انه نقولوا بعد العقوبات التي اصدرت في حق المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي، الجميع تقبل الامر وقلنا خلاص. ايماجيني بعد شهرين يخرج لك قرار كيما هذا. يعني والله الامور اللي وصلت ليها الامور في الاتحاد الافريقي مهزله مهزله. دوكا يقول لك اللاعبين المغتربين علاش ما يخيروش المنتخبات الافريقيه، يكون سورتو اذا كانت عنده بين منتخب اسباني مثلا، او منتخب جزائري، او منتخب مثلا فرنسي ومنتخب نيجيري، او غيرها من المنتخبات الاخرى. يعني اللاعبين المجنسين واش يجي يلعب في هذه القاره اللعينه، هذه القاره التي لا تعترف بحق ولا تعترف بعدل ولا اي شيء من هذا القبيل. يعني الاتحاد الافريقي خلى كاع الامور اللي صراو في كاس افريقيا، الظلم اللي تعرض ليه المنتخب الوطني الجزائري، الحكم عيسى يعني يخرج في البطاقات الصفراء، يعني تصبح الخير. البارح في مباراة الأهلي أمام الترجي راح وقف في وسط الميدان وشد لهم بطاقة صفراء، بطاقة حمراء، ويقول لهم الراجل فيكم يقدم لي، سينو نجبد له الكارت روج، وما يلعبش الروتور. مهزلة مهزلة. ما تقدر يعني ما تقدر تقول حتى حاجة أكثر من هذا الوصف. يعني والله صراحة بلغت الأمور في الاتحاد الإفريقي مبلغا لم تصله ربما في أي سنة من السنوات. كان فساد،
في سنوات حياته، في سنوات أحمد، ولكن تصل الأمور إلى هكذا يعني موصل، هذه جامي صرات. هذا الرجل، هذا باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي، تأكدنا يقينا أنه راح خضرة فوق طعام، ما عنده حكم، ما عنده تدبير، ما عنده قرار. يعني دايرينو رئيس الاتحاد الافريقي رجل اعمال، جاء ما عنده حتى علاقه بكره القدم، يجي في كل مره يقول لك كره القدم في افريقيا تتطور. اين التطور بربك؟ اين التطور في افريقيا؟ يعني بعد كل هذه الامور، منتخبات تظلم، فرق تظلم، لاعبين يظلمون، حكام طغوا وتجبروا، مسؤولين امسكوا الاتحاد الافريقي يعني بالنواجذ، وبعد يجي لك يقول لك العدل والاتحاد الافريقي ولا. انا بعد هذا الامر، بعد هذا الفضيحه، بعد هذه الفضيحه التي قام بها الاتحاد الافريقي، ان لم تنتفض المنتخبات الافريقيه، سواء الجزائر، سواء تونس، سواء مصر، الكاميرون، كوديفوار، نيجيريا، غانا، المنتخب السنغالي المعني بالامر، خلاص يعني لهنايا إلى سكتوا بعد هذه الفضيحة وبعد هذا القرار الكارثي، على الدنيا السلام، وعلى إفريقيا السلام، وعلى كرة القدم الإفريقية السلام. لأنه من غير المعقول بعد كل هذه الأمور تسكت. أنا تبان لي نشوف أنه أفضل قرار ممكن يديروا هذه الاتحادات، الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، أنه يهددوا بالانسحاب من هذا الاتحاد الإفريقي إن لم ترجع الحقوق لأصحابها. لأنه من غير المعقول أنه بعد هذه الفضيحة تخلي الأمور تجري على مجاريها، يعني لا قرار، لا استئناف، لا حتى أمر، يعني لا حتى تحرك من الاتحادات. الأمور وصلت إلى موصل يعني خلاص دوك لازالوا سكتوا في فوق هذا الأمر. ما بقاتش يعني كرة قدم في هذا الاتحاد الافريقي. ما كفاوش الفضائح تاع دوري ابطال افريقيا، ما كفاوش الفضائح تاع دوري كاس الكاف، ما كفاوش الفضائح تاع كاس افريقيا، اعرق منافسه في القاره، واللي كل انظار العالم موجهه لها. وبعد كل الانتقادات يعني الصدى الاعلامي اللي خذاته بعد الفضائح اللي شفناها في كان المغرب، بكل بساطة وبدون حياء وماء وجه تأخذ قرار كما هذا. الأمور مازال زيد تتطور في هذا الموضوع خلال الأيام القادمة. راح نشوفوا يعني انتفاضة من الاتحاد السنغالي لاسترجاع حقه، ولكن بعد هذا القرار اللي داروا الاتحاد الإفريقي تقدر تقول كاش على روحه أنه اتحاد فساد، أنه اتحاد مختطف مباشرة من المخزن ومن فوزي القجع، الذي لم يتورع في استعمال كل الأساليب، سواء الشرعية أو اللا شرعية، سواء الأساليب الممنوعة، المقبولة، كل شيء من خلال تمهيد الطريق لتتويج المغرب بكأس إفريقيا. ما نجحش بالأساليب الشرعية وأمام أنظار العالم، راه خدم تحت الطابلة. يعني 2026 ما زلنا نهضروا على الكواليس، ما زلنا نهضروا على الفساد، ما زلنا نهضروا على أمور كما هكذا. يا أخي خذ العبرة. يعني شوفوا انتوما تقولوا أوروبا متطورة، علاش ما ترفدوش من أوروبا الأمور الإيجابية؟ دائما تروحوا، دائما تنتقدوا أوروبا غير في الأمورات السلبية. أوروبا هربت خلاص، كرة القدم الأوروبية حتى كرة القدم الآسيوية هربت على كرة القدم الإفريقية. وبعد يجي لك يقول لك العنصرية اتجاه الأفارقة، العنصرية اتجاه العرب. ايش من عرب؟ ايش راكم ديروا؟ يعني خلاص ما بقاش يعني واش جديد تهضر في هذا الموضوع. انا فرغت قلبي على كل حال في هذا الفيديو. نتمنى ان شاء الله انتفاضه وما يسكتوش على هذا القرار، لانه اذا سكتوا عليه يعني اتوقع باللي في الايام القادمه وفي السنوات المقبله راح يكون يعني اشد وابشع مما شفنا في كاس افريقيا. هذه هو من هذه القرارات الاتحاد الافريقي. لازم يسجنوا، هذو لازم يدخلوا للحبس، موتسيبي ولا قجاع ولا اومبا والجماعه تاعو لازم يدخلوا للحبس خلاص. يعني خوتي قلت لكم كلش في هذا الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. ما على باليش وقتاش راح نزيد، لانه هذا كنت ناوي نحكي اليوم على دوري ابطال اوروبا، نحكي على التاهل المستحق ريال مدريد. مع الاسف. السلام عليكم.